القاضي على رجاء رفاق. نحن كشيوع المنطقة شرق شمال سوريا نناشد من خيمة الاعتصام ونقول لجميع دول العالم والأمم المتحدة: أين أنتم وأين رأيكم؟ فإن أردوغان يناشد ويحارب الإرهاب، وأنه هو الإرهاب الأساسي، هو من يدعم الإرهاب، وهو من أسس الإرهاب في مناطق تركيا وعلى الشريط الحدودي بأكمله. أردوغان يناشد مكافحة الإرهاب، وكشعب مهجر من أراضيه نناشد الأمم المتحدة وجميع دول العالم ولجنة حقوق الإنسان، ونقول من هنا من خيمة الاعتصام: أين أنتم؟ أين سكوتكم؟ لأن أردوغان ضمن حلف الناتو تغمضون عينكم عن ما يفعله؟ لا، نحن كشعوب المنطقة كلنا يد بيد مع بعضنا، كلنا مع بعضنا البعض نحرر أراضينا، وهدفنا هو الدفاع عن المشروع، والدفاع عن المشروع هو أن نكافح ونناضل من أجل أرضنا وترابنا وشعبنا، ونمشي بدرب شهدائنا. لحد الآن 14,000 شهيد ضحينا في رجابات، ونقول مستعدون كلنا كشعوب المنطقة كرد وعرب وسريان وشيشان وكل المكونات أن نقف بوجه العدوان التركي ونقول له: لا لك ولا مرتزقتك ولا لعدوانك، فإنك تريد أن ترجع على دور العثمانية من قبل 400 سنة وتريد أن تحكم المنطقة، فهذا لا يجوز لك ولا لغيرك ولا مرتزقتك.